السلام عليكم، ازيك؟ ايه الاخبار؟ يا رب تكون كويس. اهلا بيك في حلقة جديدة من قعدة رايقة اللي هنتكلم فيها عن كل حاجة واي حاجة. اولا احنا عملنا صفحة على الفيسبوك، لو انت ما تعرفش ممكن تخش تشوفها كده. هننزل عليها مواعيد نزول الحلقات وبعض الحاجات اللي هتنزل مثلا في الاسبوع او كده. تاني حاجة، الحلقة دي فعلا كان مفروض ان هي تنزل امبارح، بس للأسف الريكورد باظ وحصل شوية حاجات كده، فاضطريت ان انا اسجل تاني، فمعلش اتأخرت النهاردة. كمان حاجة، احنا ان شاء الله الفترة الجاية هنحاول نلتزم بالحلقة اسبوعيا، هننزلها كل يوم تلات مثلا، وهنحاول نلتزم بالميعاد ده ان شاء الله. هنتكلم النهاردة عن الشحاتة والشحاتين، وازاي هم بيضحكوا عليك علشان ياخدوا فلوسك، وتصرفاتهم وافعالهم علشان يفعلوا الموضوع ده. عايز بس انوه عن حاجة، ان احنا غرضنا من الحلقة ديت مش التقليل من الناس او من الشخص اللي محتاج او من العطاء ذات نفسه. احنا مشكلتنا مع الناس اللي بتشحت لانهم ما بيكونوش فعلا محتاجين الفلوس بالدرجة اللي تخليهم يشحتوا، لا هم عايزين ما يشتغلوش وما يتعبوش وياخدوا الفلوس سهلة منك وخلاص. دي مشكلتنا وده اللي هنتكلم عليه، لان هم كده بياخدوا الفلوس من غير وجه حق، لانهم مش محتاجين الفلوس دي في حاجة لا قدر الله مشكلة او هم فعلا مزنوقين فيها، على قد ما هم واخدينها كشغلانة. لان 99% من اللي بيشحتوا هم كده. أنا الصراحة ما شفتش اي حد بيشحت او بيذل نفسه او بيعدي على الناس يقول لهم حاجة لله، وفي الاخر بيبقى فعلا محتاج الفلوس ديت او واقع في مشكلة بيها، فهم واخدينها وسيلة لجمع اكبر عدد من الفلوس. المشكلة بقى ان هم بيبقوا عايزين الفلوس دي بالعافية، يعني لو انت مثلا مش عايز تديهم او قلت لهم ربنا يكرمك او اي حاجة، تلاقيهم عمالين يجروا وراك ويضايقوا فيك ويعصبوك لحد ما تتنرفز عليهم. زي الفيديو اللي هو كان الطفل او العيل ماسك في رجل الولا علشان يقول له هات جنيه. هو قال فيديو كوميدي وكل حاجة، بس المشكلة ان هو ده كده عشان بيقول لك حاجة لا مش عايز يديك، فانت ماسك رجله وعمال تضايق فيه. ما انت لو جيت بقى زعقت لهم ولا اتعصبت عليهم مش هتبقى حلوة، لان ده في النهاية عيل صغير او الناس هتقول لك ده غلبان، انت ليه بتعمل معاه كده؟ فهي الفكرة، انا لو عايز اديك ما انا كان زمان اديتك من الاول، اما اللي انت تقعد تضايق فيا فساعتها يا اما اضطر اللي انا اديك غصب عني، يا اما اتعصب عليك. دي حاجة مش حلوة. نيجي بقى لاساليبهم وتفكيراتهم والحاجات اللي هم بيعملوها علشان ياخدوا الفلوس دي. ما هي الفكرة بقى ان هو عارف ان هو لو دخل عليك كده وقال لك حاجة لله فانت طبعا مش هتديله. وده اول نوع هنتكلم عليه، اللي هم العادي خالص، ودول غالبا محدش بيعبر. فدول يا اما انت هتديهم يا اما مش هتديهم، بس هتتعصب عليهم، ده حاجة اكيد. النوع التاني بقى اللي بيطلب منك حاجة وبعد كده يقولك هات الفلوس. زي مثلا تبقى ماشي في الشارع، وده حصل معي، واحد يقول لي لو سمحت قومني، فانا جيت علشان اقومه يا دوبك لسه ماسك ايده، فهو عدل نفسه كده شوية بحيث ان بقه يقرب مني ويقول لي هات حاجة للعتا. انا قلت له ربنا يكرمك، لا مش يعني مش معايا او مش هديك. فلقيته قام بصلي بقرف كده، ان هو تحس ان هو باصص لك الزبالة مثلا، وشوح لي بايده، واللي هو ايه يلا مع السلامة. اللي هو تحس انا اللي بشحت منه مش هو اللي بيشحت مثلا او عايز حاجة. والله انا لو معايا فلوس او حتى فكرت وقلت هرجع اديله حاجة، مش هديلك علشان المعاملة اللي انت بتعاملها دي. هما بالنسبة لهم انت زي السلع، هياخدوا منك اللي هم عايزينه، اديتهم خلاص تمام، اديتهمش طب خلاص ماشي مع السلامه. لان الموقف كان مستفز جدا، اللي هو يقول لك يلا مع السلامه طالما انت مش هتديني حاجه. المشكله بقى ان هم اغلبهم بيبقوا ناس كبيره، فانت ولا تعرف تزعق ولا تعرف تتكلم، ان مهما كان الراجل الكبير حتى لو هو اللي غلطان الناس كلها هتيجي معاه، لان انت مفروض الشاب العاقل اللي مش هتتعصب او مش هتعمل حاجه لراجل كبير قد والده. نيجي بقى للنوع التالت، واللي هم مفكرين ان هم بيبيعوا حاجه او بيتاجروا وهم في الحقيقه لا بيشحتوا. اللي بيبقوا مثلا جايبين علب مناديل او علبه لبان، ويبقوا غالبا عند المواقف، ويقول لك حاجه لله، ويمدلك ايده بعلبه المناديل او اللبان من غير ما يتكلم ولا اي حاجه، اللي هو هيمدلك ايده كده بس. فانت طبعا لازم تفهم هو عايز ايه من غير ما يتكلم. فاول ما تديله هيقوم واخد نفسه وماشي. لو طب افرض انا عايز علبه المناديل، يا اما تدفع لي تمن هو بيبقى محدده زياده، لو يكون مثلا 2-3 جنيه،
يا اما هيقوم واخد العلبة وماشي وخلاص، انت اديت له الفلوس ليا انا، مش اديتها لعلبة المناديل. فالفكرة ان ديت برضو شحاتة، هو انت كمان ما بعتليش حاجة. في بقى حاجة من اوسخ الحركات اللي ممكن تتعمل، وهي الناس اللي بتدعي المرض او عايزين يروحوا مواصلات او واقعين في مصيبة ولازم انه انت تساعدهم، واي حاجة تحصل معاهم يقولها لك عشان تديله الفلوس. زي مثلا كنت في الموقف، فراجل طرم وقميص وبنطلون وشكله كويس، ابن ناس جاي، لو سمحتوا يا جدعان بنت تعبانه ومش عارف ايه وعايزه جلسه ب80 جنيه، وواقف على 40 جنيه ومعايا 40 جنيه وطلع لنا 40 جنيه كده وقال لنا دول اللي معايا، واقف على 40 جنيه. فانت بصدق هتقوم مديله. تيجي لقيت بقى نفس الراجل بعد اسبوع في مكان تاني بنفس ال40 جنيه في ايده بنفس الكلام بيقولها لنا تاني. فهي الفكرة ان اكيد يعني هو مش كل شوية، فهو بقى معاه 40 جنيه بيروح للمكان ده يقول له انا معايا 40 جنيه وهات 40، ويروح للمكان التاني معاه 40 وهكذا، يقعد في جمع في 40، والله اعلم بقى هو بيعمل بهم ايه. نيجي للشخص التاني، وبرضه كان في الموقف اول ما ركبت العربية لقيت واحد ايديه متعورة ومجروحة، هي حرفيا دايرة وحواليها دم كتير، او المفروض يعني ان هو دم، هو حاجه لونها بيقول لك حاجه لله وماسك ايده ومبينها لك قوي، اللي هو بيقول لك بص انا متعور. فالفكره ده انا ما فهمتش هو جاي هنا ليه. انت المفروض واحد تعبان يا تروح المستشفى يا اما تروح عياده، يعني هتروح لدكتور، انما انت جاي موقف انا المفروض اعملها لك يعني وانا قاعد. لا هو عايز ياخد الفلوس. طيب اديتك الفلوس، هل انت هتروح المستشفى؟ لا هو بس عاملها كده كديكور علشان ياخد منك الفلوس دي. لان عايز اقولك انا قعدت كام سنة كل سنة بسافر بقابل نفس الراجل بنفس التعويرة والجرح اللي في ايده وما بتتغيرش ولا بيعالجها. فانت متخيل. نيجي بقى الحاجة اللي فعلا سوقت سمعة النقاب وخلته محدش يحبه، الناس اللي بتشحت بالنقاب. هم عايزين يشحتوا بس مش عايزين حد يعرفهم، هم لابسين النقاب ويقعدوا بقى يلفوا بيه. وده برضو حصل معايا موقف في الجامع، ان واحدة كل صلاة تقوم واقفة لله تديه، تيجي بعد يومين تلاقي نفس الشخص بنفس النقاب بنفس الست، انا عارفها ومتأكد ان هي معاها شنطة، طب ان هي بتيجي كل يومين مثلا بعد الصلاة حاجة لله وتجمع وتقوم واخدها ومروح. طب ما هي شغلانة سهلة هي ومش محتاجة حاجة وكويس، وتلاقيك بتجمع فلوس اكتر من اللي بتجمعها لو بتشتغل شغلانة حقيقية. نيجي بقى للناس بتوع البخور، اللي هو انا مش فاهم انت بتعمل ايه. ما انا لو عايز ابخر الحاجة كان زمان انا جبت البخور وبخرت بنفسي، يعني انا مش مستنيك انت هتعدى عليا عشان تعمل لي شوية بخور. وهي يا ريتها حاجة حقيقية، هو عبارة عن حتة صفيحة كده اهوت بيحط فيها فحم، وكل ما يعدي على محل مرشش عليها شوية بخور. انت بعيدا ان انت بتخنقني بالبخور ده واللي انا اصلا مش عايز، فانت ما بتعمليش حاجة يعني تستاهل عليها ان انت تاخد فلوس. انا لو عايز كان زماني جبت البخور ده وعملت. ففي حاجات زي دي كتير هي كلها تترتب حوالين ان هي شغلانات، او ناس فاكره ان هي شغلانات او بتعمل حاجه، وهي في حياه الامر انت مالكش اي 30 لازمه ولا بتعمل لي اي حاجه وبتاخد فلوس وخلاص. الفكره بقى ان هم عادوا كتير قوي وعادوا عارفين ان هي حاجه حلوه، فتلاقي ناس كتيره بتعمل الموضوع ده. انا علشان اجي من الجامعه ركبت موقفين، اول موقف لقيت في واحد بيشحت، تاني موقف واحد بيشحت. اما وصلت المدينة اللي انا فيها لحد بيتي لقيت 3 اشخاص قاعدين في الطريق بيشحتوا، كل دول ناس بتشحت. وفعلا انت لو جيت تدور عليهم هتلاقيهم هي دي شغلانتهم، هي ما عندهمش اي حاجة غير ان هم يقعدوا يشحتوا وخلاص. هل لو انت جبت لهم شغلانة مثلا بمرتب مثلا اقل او فكرت تشغلهم عندك او حاجة زي كده هيقبلوا ولا لا؟ بصراحة انا ما اعرفش، بس اللي انا بشوفه ان هم فعلا مش عايزين يشتغلوا ولا بيتعبوا نفسهم. لان انا كنت ماشي في مرة في شارع فلقيت ست وبنت على اليمين وراجل وولد على الشمال، فوانا ماشي لقيت الراجل قام واقف وقام مشاور للست الطريقة اللي هي كأنك بتقول لواحد صاحبك خلاص بايدك الاتنين كده. فاللي هو استغربت، طب انهم ديت مراته ودي ولاده وهم قاعدين كده يشحتوا من اليمين والشمال وياخدوا الفلوس ديت، وبعد 2 3 بالليل ويقوموا مروحين بيتهم تاني. يا بلاش كل دول كوم بقى، والناس بتاعت فلوسي ضاعت كوم تاني. اللي انت بتلاقي وليكن واحدة او واحد انت واقف في امان الله يقوم داخل عليك السلام عليكم
لو سمحت انا مش من هنا ومن بعيد، وكنت معايا المحفظة وفلوسي ضاعت ومحتاج الفلوس عشان اروح. فالمشكلة اللي انت ممكن فعلا تتحط في موقف زي ده، انت ساعات بيصعب عليك فبتضطر تديله مثلا او كده. انا اراهنك تعالى بعد ساعتين 3 هتلاقي نفس الشخص اللي بيكلمك بنفس كل حاجة، بنفس الكلام بيقوله لواحد تاني، وهياخد فلوسه وبعد ما يمشي هيفضل واقف. لان ده حصل كتير، وياما فيديوهات على النت اتكلمت عن الموضوع ده، ودي برضو حصلت معانا احنا شخصيا. ولما لقينا ان الست بعد الفترة دي كلها لسه قاعدة، زعقنا لها وخدنا فلوسنا تاني. لان الموضوع عاد اوفر ومستفز، انك بتحس ان انت بتستغل. انا ممكن اديك وممكن لا، بس اللي انت تقولي انا فلوسي ضاعت او تعبان وتطلع مش كده، فدي اوحش من اللي انت تشحت مثلا لوحدك. ان انت كده حتى مش بتشحت، ده انت كمان بتكذب. اشد عقوبة عند ربنا هي الكذب. بس مهما كان دي برضو حاجة ما تمنعش ان العطاء حلو، واللي انت تتصدق وتطلع لله دي حاجة كويسة وخير ومفيدة. بس يا ريت تاخد بالك في المرة الجاية لما تدي لأي حد ان هو فعلا يكون محتاج. لان كل ما هندي للناس اي حاجة، ناس اكتر هتاخد بالها وهيشحت. او مثلا ممكن نعمل مؤسسة الناس فعلا المحتاجة تيجي تقدم ورقها، ونحاول نساعدهم بعيدا بقى عن الناس اللي واخداها كشغلان. وفي النهاية انا بشكرك جدا انك كملت الحلقة للآخر، ويا رب تكون عجبتك. وما تنساش صفحة الفيسبوك، ولازم نعمل جزء تاني علشان نتكلم بقى على فعلا المشكلة الحقيقية، او السبب اللي خلاني اصلا اتكلم عن الموضوع ده، او الخطر اللي بيجوا من الشحاتة والشحاتين. فان شاء الله ده هيبقى الجزء التاني الاسبوع الجاي. بس كده، احلى مسا.